عزيزي المشاهد، تخيل معايا لو احنا عايزين نعمل كلاس مثلا خليه كار. اوكي، في كلاس الكار ده ممكن ندي خصائص يعني للكود من خلال احنا نعمل طبعا سيلف، ونبدأ احنا نعرف متغيراتنا زي مثلا النوع، اللون، السعر. وطبعًا بنبدأ إن إحنا نعرّفهم في الself عادي جدًا. طبعًا ده بيخلّينا نوفّر حاجات كتيرة جدًا، إن إحنا على طول بنعمل objects زي مثلًا عربية تويوتا مثلًا. أنا أوكي، يعني الspelling عندي زبالة في موضوع العربيات ده، بس خلّينا نتخيّل هيكون مثلًا car، ندّي الmodel 2025 أيًا يكن، بندّي حاجات وخلاص. الcolor هيكون مثلًا grey، والprice مثلًا 400,000، طبعًا بجنيه مصري ما أعرفش. المهم أنا بادّي أرقام وخلاص. أوكي، أو عربية تانية مثلًا مرسيدس أيًا يكن. أنا ما spelling بُص ما تركّزش، المهم يعني مثلًا 2022. أوكي، اللون خلّينا نقول black، السعر بتاعها ندّيها 800,000. تمام، فإحنا بكل بساطة بنعمل objects بتاخد من الclass عادي جدًا، ونقدر بعدين إن إحنا طبعًا نستخدم الحاجات دي كلّها. تخيّل معايا حاجة بسيطة جدًا، وهنا إحنا جينا بعدين وعملنا class جديد، والclass ده كان class motorcycle مثلًا. وجوّه طبعًا الmotorcycle ده هنعمل برضه يعني يعني متغيرات عادي جدًا. init self هنعمل model والcolor برضه والprice. صح؟ ماشيين كويس جدًا. self.model self.color هيساوي الcolor، self.price هيساوي الprice. ونقدر هنا بكل بساطة نعمل اللي هو الobjects بتاعتنا. مثلًا هنعمل طبعًا أنا ما أعرفش خالص يعني في الموتوسيكلات، يعني ممكن نقول الexample مثلًا moto1 object عادي جدًا، هتكون motorcycle ندّيها طبعًا حاجات، ونبدأ إن إحنا ندّيهم خصائص. يعني بنعمل نفس الحوار، يعني بنعمل هنا كده objects وبندّيها نفس الحاجات دي. تخيل بقى معايا إن إحنا كمان هنعمل class خاص بالbicycles اللي هي العَجَل يعني بمعنى آخر. فبرضه هنعمل خصائص لكل واحدة، لكل يعني للclass ده بكل بساطة. هنعمل model color price، وطبعًا self.model هيساوي الmodel، self.color هيساوي الcolor، self.price هيساوي price. ملاحظ حاجة مزعجة شوية في الحوار ده كله. أنا بقى لي كتير باكتب في حاجات متكررة، حاجات هي عمّالة تتكرر بنفس الطريقة في كل class. أنا وأنت عارفين إن واحدة من المفاهيم البرمجية الأساسية في الحياة عامةً، وهي إنه ما فيش تكرار. حاول بقدر الإمكان إنك ما تعملش تكرار في الكود، الحاجات بتتكرر صح؟ أصلًا الOOP جات عشان تحل مشكلة التكرار. فهنا في عندنا مشكلة، وهي إن في تكرار في الكود، حاجات متكررة كتيرة جدًا، وهي إن أنا باعمل كلاسات لحاجات يعني منفصلة عن بعضيها، ولكن الحاجات دي شايلة حاجات متشابهة، شايلة خصائص متشابهة في وظيفة متشابهة في كذا كلاس. هنا بتيجي حاجة جديدة مهمة بشكل مش طبيعي، لازم نبدأ نتعرف عليها، وهي الانهيرتنس أو يعني الوراثة. يعني أوكي، ممكن نعمل كلاس كبير يكون شايل الحاجات الأساسية دي المتكررة دي، والكلاس الكبير ده نعمل له عملية وراثة في الكلاسات دي. يعني مثلا ممكن نعمل هنا كلاس اسمه vehicle أو يعني مركبة، وجوه الكلاس ده احنا ممكن نعمل نفس الحاجات دي. يعني ناخد كده الحاجات دي كده ونوديها فوق هنا كده عادي جدًا، بنعمل المتغيرات بتاعتنا عادي خالص، خالص. طيب بعد ما عملنا الvehicle أو يعني الكلاس اللي هو الأب الأساسي، إحنا دلوقتي عايزين نعمل كلاسات بتاعتنا اللي إحنا كنا بنعملها من شوية، ونورّث لها الحاجات دي على طول من غير بقى ما نقعد نكتب الحاجات دي تاني. بنعمل كده إزاي؟ طبعًا خلّينا نمسح الobjects دي برضه ما لهاش لازمة دلوقتي. بنبدأ نعمل كلاسات الأبناء عادي جدًا. class car اللي إحنا كنا عاملينه من شوية. هنا بقى هنبدأ علشان نعمل عملية الوراثة للكلاس اللي هو كار، جنب الاسم بتاع الكلاس بتفتح براكتس او يعني اللي هي الاقواس. جوه الاقواس دي بتحط اسم الكلاس الاب اللي انت عايز تورثه للابن اللي هو كار في الحاله دي، وبتعمل هنا باس دي يعني خلاص، يعني انت مش هتعمل اي حاجه تاني خالص حرفيا. فاللي احنا عملناه هنا، عملنا كلاس اسمه كار، ادينا له الفيكل اللي هو الكلاس ده كده على انه فاذر او اب، وقلنا للكار اورث من الكلاس ده
كل حاجة، فعليًا كل حاجة أنت اورث منه، يعني نفس الموضوع هيحصل مع حاجة زي الموتوسيكل، برضه ندّي له الvehicle نخلّيه يعمل pass، نعمل نفس الموضوع في الbicycle ونخلّيها تعمل pass. أنا عايزك تتخيل دلوقتي لو إحنا جرّبنا نعمل object مثلًا نسميه car1. car1 ده هندّي له الclass اللي هو car. لو فتحنا الbrackets زي ما أنت شايف هتلاقي إن هو بيطلب مني معاملات، بيطلب مني الcolor، بيطلب مني الmodel، بيطلب مني الprice، مع إن الحاجات دي مش موجودة أصلًا هنا، مش موجودة في الclass اللي هو car، ولكن عشان إحنا عاملين عملية وراثة، فلمّا أنت بتعمل الobject هو هنا بياخد الخصائص اللي موجودة في الأب ويدّيها للcar اللي هو في الحالة دي اللي إحنا واخدينه في الobject الحالة اللي إحنا فيه. فهتلاقي إن إحنا ممكن ندّي له بكل بساطة model اللي هو 2025 مثلًا، الcolor هيكون مثلًا gray، الprice هيكون مثلًا 400,000. عايزين نعمل motorcycle، فبكل بساطة هنعمل motorcycle 1، هندّي له برضه الclass بتاعنا، هتلاقيه برضه إن هو بيطلب نفس المعاملات بالضبط، فهندّي له الموديل 2021، اللون أي حاجة مثلًا yellow، الprice هتكون أرخص شوية فهتكون 100,000 مثلًا، أوكي. نفس الموضوع bicycle 1 هندّي له الbicycle بتاعنا اللي هو الclass بتاعنا، ندّي له برضه معاملات هتكون موديل 2024 مثلًا، اللون white، السعر هيكون خلّينا ندّي له 10,000 مثلًا. بكل بساطة إحنا عملنا objects من الclasses دي، مع إن الclass مش مكتوب فيه حاجة إلا إن هو معمول له pass حرفيًا، ما فيش أي حاجة مكتوبة في الclass، ولكن مع ذلك قدرنا إن إحنا نعمل دالة الinit اللي موجودة في الأب. فأنت متخيل كمية المجهود اللي أنت ممكن توفّره من عليك من خلال بس الحركة دي، إنك بتعمل class أساسي فيه وظيفة وتبدأ إن أنت تورثها في الكلاسات الأبناء. فبتعمل class الأب، تعمل الوظايف بتاعته عادي جدًا، تروح جنب اسم الكلاسات اللي أنت تعملها تفتح brackets تحط الclass الأب، وبكل بساطة أنت ورثت نفس الحاجات اللي بيعملها الأب بالضبط. تقدر إن أنت تعملها في كل الكلاسات دي عادي جدًا، تقدر أنت تنفذها في كل object عادي جدًا. طبعًا حاجة زي كده خرافية، حاجة زي كده بتوفّر كمية مجهود مش طبيعي، ولكن الموضوع مش واقف لحد هنا. بمعنى إيه بقى؟ تخيل معايا حاجة منطقية جدًا، حاجة زي الbicycle هي ليها حاجات خاصة بيها هي، مش موجودة في أي مركبة تانية، زي مثلًا الحجم. إحنا عارفين إنه العجل ليه أحجام، يعني أنا أعرف مثلًا إنه في أحجام 18، 20، 22، 24، فحاجة زي كده لو أنا حطيتها في الكلاس الأب هتكون موجودة في الbicycle عادي، بس هي برضه هتكون موجودة في كل المركبات التانية، والمركبات التانية مش مستفيدة بيها. من الآخر إزاي أضيف خصائص خاصة بالكلاسات الأبناء حتى لو هي مش موجودة في الأب. حاجة زي كده طبعًا بكل بساطة إحنا في الوراثة الموضوع مرن بشكل مش طبيعي، إحنا ممكن نعمل اللي إحنا عايزينه، ممكن نورث حاجات معينة وحاجات تانية لأ. فبكل بساطة إحنا ممكن نعمل هنا دالة اسمها init عادي جدًا، كأن إحنا رايحين يعني نحط المعاملات بتاعتنا، هنقول له مثلًا إن هي self عادي جدًا، الموديل، color، price، وكمان نضيف الحاجة الزيادة اللي إحنا عايزين نضيفها، زي مثلًا الحجم أو الsize. وجوه برضه الحوار ده ممكن نعمل إنه self.model هيساوي model، self.color هيساوي color، self.price هيساوي price، والself.size هيساوي size. فبكل بساطة إحنا عادي جدًا عملنا الحاجات الخاصة بالbicycle، نفس الحاجات اللي موجودة هنا هي عادي جدًا الحاجة الأساسية، وضفنا الحاجة الزيادة بتاعتنا وهي الsize. وحتى هنا هتلاقي في الbicycle إن أنت لو جيت تقف هنا هتلاقي إنه في حاجة زيادة طلعت وهي الsize، ممكن تدّي له هنا الsize الزيادة يكون مثلًا 22. هنا اللي إحنا عملناه ده صح، ولكن إحنا هنا مش مستفيدين بأي شكل من الأشكال من موضوع الوراثة. ليه؟ لإن إحنا ما ورثناش الحاجات دي اللي فوق، اللي هي الحاجات دي كده ما ورثناهاش هنا، إحنا عملناها تاني بإيدينا. إزاي بقى نقول للكلاس الابن اورث وظائف معينة من الأب وزائد حاجات أنا هاعملها زيادة. بمعنى آخر أنا هنا عايز أقول له اعمل نفس الكلام ده نفسه بالضبط، وضيف عليه إن أنت هتعرّف متغير اسمه size، وهتكون قيمته عادي جدًا بالsize، وبعدين أنا عايز أدّي له القيمة دي بعدين. فهنا بقى نيجي نعرف حاجة زيادة مهمة بتوفّر علينا كل الكلام ده، وهي super هي حاجة إحنا بنكتبها علشان بنؤشر على الوظائف أو الكلاس الأب، بنستخدمها علشان نجيب حاجة من الكلاس الأب. فبكل بساطة ممكن تعمل super تفتح brackets كده، إحنا بنستدعي الكلاس الأب، إحنا كده بنستدعي الكلاس الأب جوه دالة init. بنعمل كده ليه؟ علشان نقول له هات الكلاس الأب واستدعي دالة
init طبعًا زي ما أنتم عارفين دالة init في الكلاس الأب هي شايلة معاملات، فبكل بساطة إحنا هندّي له بقى قيمة المعاملات دي بالمتغيرات اللي هنا اللي هي برضه هيكون ليها قيمة، فإحنا كأننا بكل بساطة بنستدعي عادي جدًا function وبندّيها جواها قيمة عادي جدًا برضه ممكن ندّيها الmodel والcolor والprice اللي هي عايزاهم، يعني دالة init هنا شايلة الmodel الcolor الprice فإحنا بندّي له هنا الmodel والcolor والprice بنقول له بقى إيه، نفّذ الدالة دي في القطعة دي كده من الكود، يعني هات الكلاس الأب نفّذ الدالة بتاعة init هنا، فبيعرّف المتغيرات دي كلّها بالقيم عادي جدًا بتاعة الmodel والprice والحاجات دي، زائد بقى إن بعد ما تخلّص العملية دي روح نفّذ السطر الجديد اللي هو الself.size هيساوي size اللي هو هنا عادي جدًا. يعني بكل اختصار لو إحنا مسحنا السطر ده كده ومسحنا من هنا طبعًا الsize فإحنا فعليًا عملنا نفس اللي بتعمله الpass هنا، إحنا كده ما عملناش أي حاجة زيادة عنها، أنت بكل اختصار super بتقول له انده على الكلاس الأب، بعدين اعمل function معيّنة موجودة في الكلاس الأب في الحتة اللي أنا فيها، فاللي بيحصل إن هو بيلاقي الsuper بتنده على الinit فبيروح للinit يقول لها أنا عايزِك تنفذي هنا، فالinit بتقول له طيب اديني المتغيرات بتاعتي اللي هي model والcolor والprice دي طبعًا أساسيات، اللي هو أنت لمّا بتنده function لو هي في parameters أو معاملات فأنت لازم تعوّض بالمعاملات دي بحاجات مختلفة أو يعني بقيم مختلفة، أو بدل القيم بتدّيها متغيرات، المتغيرات دي اللي إحنا هندّيها لها هي اللي موجودة هنا في الmodel والcolor والprice، فبتقول للinit طيب أنت عايزة معاملات خُد المعاملات، الmodel اللي هو موجود هنا والcolor اللي هو برضه موجود هنا والprice اللي هو برضه موجود هنا، طبعًا هتقول لي طب القيم دي إحنا بندّيها فين؟ بندّيها بكل بساطة لمّا إحنا بنعمل object هنا كده، فلمّا إحنا بنستدعي الobject بندّي الmodel 2024 فبيروح للclass على دالة الinit يدّي الmodel ب2024 بييجي على السوبر ينده الinit يدّيها قيمة الموديل اللي هو هنا بال2024 اللي إحنا لسه عاملينها، فبيروح هنا ينفّذ السطر ده كده بالقيمة اللي هي 2024 وكذلك الحال في color لمّا بندّي له white فبيروح على الكلاس اللي هو bicycle عادي جدًا لإن إحنا طبعًا مستخدمين هنا bicycle فبيروح للكلاس اللي هو bicycle على الinit اللي إحنا عارفين إن هي بتشتغل لمّا أنا باحاول إن أنا أدّي قيمة لمتغير، هي اللي بتشتغل في البداية على طول، بتروح تدّي القيمة للcolor اللي هي white بينزل تحت بيلاقي super بتنده على الكلاس الأب اللي هو vehicle بتقول له هات الدالة اللي هي init وادّيها معاملات، فمن ضمن المعاملات هي color اللي هي المتغير ده اللي هو شايل قيمة الوايت فالوايت بتروح للقيمة اللي هي color هنا بيطلع فوق عند الكلاس الأب لأن احنا طبعا مستدعيين الانت اللي هي جوه كلاس الأب بيروح على الcolor بتكون طبعا دي مليانة بالقيمة اللي احنا جبناها من هنا اللي هي وايت بيروح يعمل self dot color هيساوي الوايت ونفس الموضوع مع البرايس هي دي فكرة سوبر بتخلينا ننفذ فانكشن موجوده اوريدي في الفيكل جوه الفانكشن اللي في الكلاس بتاعنا بننده الكلاس الاب نخليه يعمل فانكشن معينه جوه الكلاس اللي احنا فيه دلوقتي طيب احنا دلوقتي كده من غير ما نعمل بقى السايز والكلام ده ونضيف اي حاجه احنا حرفيا ما عملناش اي حاجه زياده يعني احنا ما ضفناش على البايسكل اي حاجه يعني احنا دلوقتي لو جينا طبعنا قيمه مثلا جينا للبايسكل 1 دوت كولر وعملنا طبعا الكلام ده كده print فخلينا نعمل هنا print لان هو طبع وايت يعني نفس اللي احنا عملناه هنا حرفيا احنا ممكن نشيل الكلام ده ونحط باس وكده مفيش اي اختلاف ولكن بقى هنا الميزه بتاعت ان احنا نستخدم سوبر ان احنا هنا ممكن نفتح فانكشن ونضيف عليها حاجات جنب سوبر بمعنى انا من شويه لسه موريك ان احنا هنا عايزين نضيف خصائص زياده فبنحط مثلا سايز انا عايز يكون في قيمه زياده موجوده اسمها سايز فبكل بساطه بعد ما اعمل عمليه التعريف بقى اللي هي السوبر ان انا بجيب المتغيرات اللي فوق في الكلاس الاب واعرفها عادي جدا بروح اعمل بكل بساطه self دوت سايز هيساوي السايز بنعرف المتغير بتاعنا عادي جدا ولما باجي استدعي الاوبجكت بديله القيمه بتاعه السايز اللي هي هتكون 22 فلما اجي هنا اطبع bicycle 1 دوت سايز هنلاقي ان هو طبع 22 طبعا لو جيت طبعت بقى كل القيم التانية مثلا هنا نطبع القيم اللي هي السايز والبرايس كولر الموديل هنلاقي ان هو طبع عادي جدا القيم بتاعتنا اللون السعر وطبع السايز الزيادة اللي احنا حاطينها ممتاز جدا جدا في حاجة زي كده طبعا مريحة بشكل مش طبيعي وفي نفس الوقت برضو الكار زي ما احنا عارفين ممكن تفرق عن الحاجات دي في ان هي مثلا هل الكار السقف بتاعها بيتفتح ولا لا يعني في عربيات
إحنا عارفينها اللي هي sports أو الرياضية اللي بتبقى العربيات السقف بتاعها بيتفتح والّا لأ، طبعًا حاجة زي كده مش موجودة أصلًا في الموتوسيكل ولا في البايسكل، فهنعملها إزاي؟ نفس الموضوع، هنعمل هنا دالة init عادي برضه كأن إحنا بنعرّف حاجة يعني جديدة، حتى أوكي طبعًا إحنا لمّا عملنا enter هو أصلًا كتب على طول، فدي يعني هو عارف إن أنت على طول هتستدعي السوبر. نقدر نضيف هنا parameter جديد، نحط مثلًا نقول له مثلًا هي open self.open هيساوي open، ولمّا نيجي هنا نعرّف الcar ندّي له مثلًا هي نقدر نقول هي مش قابلة للفتح، فندّي له false. نفس الموضوع ممكن نضيف في الموتوسيكل حاجة برضه زيادة، هنا الفكرة، هي دي الفكرة من سوبر، يعني دي الأهمية بتاعتها. طبعًا لو جينا عملنا class جديد جدًا وعملناه هيكون scooter مثلًا، هندّي له برضه الحاجة اللي هو هيورث منها هي هتكون vehicle. في ميزة في الscooter إن هو فيه بطارية، طبعًا البطارية مش موجودة في البايسكل ولا الموتوسيكل ولا الcar. أوكي في car يعني في حاجات زي كده بتشتغل بالكهربا ليها بطاريات، ولكن إحنا بنتكلم عن الحاجات اللي هي لسه حاليًا سائدة يعني ماشي. فإحنا بكل بساطة بنعمل الinit بتاعتنا عادي جدًا، وبنخلّيه إن هو يعمل سوبر ويستدعي الحاجات اللي فوق عادي برضه، وبنضيف عليها خاصية جديدة وهي الbattery مثلًا الself.battery هيساوي بالشكل ده كده. ممكن إحنا نعمل object مثلًا scooter1 هيساوي scooter، وطبعًا ندّي له الحاجات نفس الموضوع برضه، هو متشارك مع بقية الحاجات دي كلها إن هو ليه model وليه color وليه price زائد المعامل الزيادة اللي إحنا حطيناه وهو الbattery. فالmodel بتاعه مثلًا 2025 اللون خلينا نديه black، الprice بتاعه ممكن ممكن يكون مثلًا 5000، والbattery بتاعه ندّي له مثلًا مش عارف بصراحة هُم بيكونوا في المتوسط قد إيه، ممكن مثلًا 20,000 ملي أمبير أوكي. فأظن الفكرة وصلت، يعني الفكرة وصلت لموضوع الوراثة وموضوع السوبر، إن إحنا ممكن نورث الحاجات دي كده في دالة ونضيف خصائص زيادة على الخصائص اللي already موجودة في الclass. فبدل ما إحنا قعدنا نعمل الحاجات دي بشكل متكرر، لأ إحنا عملناها هنا في سطر واحد بس، عملنا كل الحاجات دي. طيب علشان برضه نستعرض مثال يعني زيادة، تعالَ نتخيل إن إحنا عايزين نعمل discount على كل العربيات أو كل المركبات دي، فبدل ما إحنا نروح هنا في كل class ونضيف دالة تعمل discount في كل class، إحنا ممكن بكل بساطة نعملها في الأب. يعني ممكن نروح كده في الأب نعمل دالة جديدة نسميها مثلًا discount أوكي self مثلًا، نعمل السعر هيكون self dot price، طبعًا هنضربه في النُص أو يعني نقسمه على الاتنين، فهيكون بالشكل ده كده. بالشكل ده كده عادي جدًا عملناه في الكلاس الأب. ولو عايزين نطبّق الكلام ده على الكلاسات الأبناء، مش محتاجين إن إحنا نروح نكتب أي حاجة فيهم، إحنا بكل بساطة تعالَ نتخيل إن إحنا عايزين نعمل مثلًا الموضوع ده في الكلاس العربية، فبكل بساطة إحنا مش هنروح نكتب حاجة خالص في الكلاس الأساسي، إحنا هنشغّل الدالة على طول already، يعني مش محتاجين نكتب حاجة زيادة. هنجيب الobject اللي هو car1 ونستدعي من جواه الدالة اللي هي discount اللي هي أصلًا مش موجودة فيه بس موجودة في الأب، فإحنا ورثناها already. بعد كده نطبع قيمة السعر بتاع الcar1 dot price. طبعًا قبل ما يعمل discount هنطبع قيمة الcar1 اللي هي القديم. أوكي معلش هنا نسيت أعمل حاجة لازم تعمل هنا يعني لازم عشان تعمل assignment أوكي. هتلاقي إن هو قبل ما يعمل الdiscount كانت ب400 زي ما إحنا حطيناها عادي جدًا، بعد ما عمل discount أصبحت ب200 نزلت للنُص أو يعني حصل لها discount أوكي. فزي ما أنتم شايفين طبعًا موضوع الوراثة موضوع خرافي، إن إحنا مش محتاجين نكتب كتير في كل class، إحنا بكل بساطة بنعمل class أساسي father بنبدأ إن إحنا نورثه للكلاسات بتاعتنا. عايزين نخصص حاجة في كل class بكل بساطة بنكتب اسم الدالة عادي جدًا، وبنعمل super ونستدعي اللي إحنا عايزينه ونستبعد اللي إحنا عايزينه. عايزين مثلًا نستدعي الحتة دي معينة ونضيف عليها حاجات عادي جدًا، عايزين ناخد الحاجة زي ما هي عادي برضه من غير ما نعدل فيها، فالموضوع flexible جدًا. بكل اختصار أيها الviewer العزيز، الوراثة أو التوريث عزيزي المشاهد في عالم الكائنية هي الskill الأكبر للclass والobject. شُفت أنت موضوع الclass إن إحنا بنعمل حاجة واحدة بنورثها لكذا object، فالوراثة إحنا بنعمل class كبير ونديه بقى لكلاسات أصغر منه. طيب إحنا هنا جايين يعني نتكلم عن شوية أخطاء، يعني لازم بقى نتكلم عن الأخطاء اللي أنت هتعملها كده يعني فاهمني، لازم هتعملها. مبدئيًا ودي حاجة ممكن تكون أنت بالفعل وقعت فيها، وهي إنك لمّا بتيجي تعمل الكلاس الابن بتنسى إن أنت تعمل الأقواس دي وتكتب اسم الكلاس الأب. طبعًا إحنا لو عملنا كده وجينا نشغّل الكلاس بتاعنا هيقول لي طيب error في حاجة هنا مش مضبوطة في الكلاس بتاع الcar، يعني أنت مستدعي الobject super. طبعًا super بيستدعي إيه؟ ما فيش أصلًا هنا حاجة، أنت ما ورثتش حاجة عشان تروح عليها وتستدعي منها. يعني حرفيًا كأنك بتصنع ابن ولكنه
مالوش أب، يعني ابن مالوش أب لوحده كده، فاهم أنت؟ اللي هو ابن مش عارفين مين أبوه، فيعني خُد بالك من الحتّة دي، فاهمني؟ خُد بالك إنه لمّا إحنا بنيجي نعرّف حاجات خصائص زيادة للclass الابن، فلازم قبل ما أنت تدّي له الحاجة الزيادة بتاعته تعمل super dot init، أو يعني بالوظيفة اللي هي فيها تعريف المتغيرات الموجودة أصلًا، وتدّيها المعاملات بتاعته عادي جدًا. وخُد بالك برضه من حاجة مهمة، وهي إن إحنا ممكن نغيّر هنا الcolor نخلّيها حاجة تانية، مثلًا نخلّيها أي حاجة، نكتب أي حاجة. فلمّا أنت تيجي تستدعي الinit، أنت هنا بتكتب له نفس الحاجة اللي هنا. ليه؟ لإن زي ما قُلت لك، أنت لمّا بتستدعي دالة، أنت ما لكش دعوة الدالة دي محطوط فيها هنا البارامتر عامل إزاي، أنت بتدّي له قيمة أو variable تاني شايل قيمة برضه، فاهمني؟ فأنت بتباصي للcolor اللي هنا متغير أو قيمة. فخُد بالك من حاجة زي كده، إن إحنا يعني الcolor اللي هنا مش هو color اللي هنا، ده خاص بدي بالclass اللي هنا ده، بندّيه أو نباصيه للدالة بتاعة init في البارامتر اللي هو color. وطبعًا ما تنساش لمّا أنت بتيجي تعمل حاجة جديدة بتعملها بعد super يعني أو قبل super مش هتفرق، المهم إنه يكون في نفس الدالة. طبعًا مش محتاج أقول لك إن حاجة زي discount أنت ممكن تعمل مثلًا أنت مش عايز كلّه يكون 50% خصم، ممكن تقول له هنا إن الpercentage مثلًا، ممكن إحنا نجيب الpercentage على 100، طبعًا دي هتساوي percentage على 100 ضرب الself dot price. طبعًا الناتج ده أنت بتطرحه، فبكل بساطة إحنا هنا بنجيب الpercentage اللي هو مثلًا لو كان 70% على 100 فبتكون 7/10، بتضربها في قيمة الself dot price وتطرحها من الprice الأصلي، يعني بتجيب الجزء اللي يحصل له خصم وبتخصمه من القيمة الأصلية اللي هي price. فلمّا تيجي تجيب الدالة اللي هي discount ممكن تدّي له مثلًا القيمة بتاع الخصم اللي هو هيكون 70%، ولو جينا طبعنا القيمة دي كده هتلاقي إن القيمة راحت 30% من السعر الأساسي، اللي هي في الحالة دي 120,000. فهي دي الفكرة، إن أنت مش مربوط مثلًا، فزي ما قُلت لك الموضوع flexible، أنت ممكن تعمل زي ما أنت شايف هنا متغير أو parameter، وتبدأ إن أنت بعد لمّا تيجي تعمله في كل كائن أو كل object بقى وارث من الحاجة الأساسية دي أو الclass الأساسي، ممكن تدّي بكل بساطة percentage أو parameter، قيمة للparameter مختلفة عادي. يعني نقدر نقول الحاجات دي بس محتاجة practice أو يعني ممارسة، إنك لازم إن أنت تطبّق الحوار ده بإيدك. وطبعًا أنا مستني بفارغ الصبر الحاجات اللي أنتم هتعملوها وتنشروها على السيرفر بتاع الDiscord، لإن حاجة زي كده فيها كمية بقى إبداع مش طبيعي. أنت ممكن تعمل حاجات كتيرة جدًا بحاجة زي كده، لإن حاجة زي كده بتفتح بقى أبواب لكمية تخصيص وdesign في الكود بتاعك، بتخلّي قرايته وفهمه سهل، وكمان التعديل عليه طبعًا بيكون أسهل بشكل مش طبيعي. وبس يعتبر كده إحنا أخدنا مقدمة عن الوراثة وإزاي بتشتغل وليه نستخدمها وإزاي نستخدمها، وبس. أشوفكم على خير بقى في الepisode الجاية. سلام.